مش بعاملك بمناخيري، انا بكلمك بقدري. انا ما جاي اتكلم ان انا طبعا صاحب رقم قياسي في كل حاجه، في اي حاجه. في الدوري هتلاقي انا صاحب الرقم القياسي، في الكاس هتلاقي انا صاحب الرقم القياسي، في السوبر المصري هتلاقي انا صاحب الرقم القياسي، في بطوله افريقيا هتلاقي انا صاحب الرقم القياسي، في بطوله السوبر الافريقي انا صاحب الرقم القياسي، في مشاركات في كاس العالم للانديه انا صاحب الرقم القياسي. اكتر فريق خد برونزيه في كاس العالم للانديه هتلاقي الاهلي برضو انا صاحب الرقم القياسي. مش بمزاجي، مش بمزاجي. انا والله مش بعايرك، انا ده طبيعي، ده طبعي، ده حياتي، دي انجازاتي، دي ارقامي، ده تاريخي. عامل لك ايه؟ انت ما عندكش تاريخ زيه، انت عشان كده شايف نفسك قليل وشايف ان انا كبير، فبتحاول عشان تقرب الجاب ده شويه او المسافه دي شويه، تحاول انت تقلل دايما من النادي الاهلي. اخليه في المركز الرابع في بطوله موجود فيها الزمالك وبيراميدز وسيراميكا. انت متخيل العقل؟ انت اللي زيك والله يصعب عليا. انا طالع اضحك عليك على فكره برضه، مش طالع ان انا ارد عليك، انا طالع والله. كابتن ايمن عبد العزيز صاحب مقوله 10% تكتيك و90% باين ان هو من دماغه، يعني وجهه نظره ان هو هاكس، يعني فاهم ان المدرب الشغل بتاعه اصلا مع اي فرقه هو يا دوبك بس 10% يا كابتن بقى، والفهلوه والايه والحداقه، فاهم انت؟ كابتن ايمن عبد العزيز اللي هو كان ماسك منتخب مصر، ده مدرب عام في منتخب مصر، كابتن الزملكاوي الجميل اللذيذ. كان طالع مع كابتن مهيب امبارح بيتكلم، هو كان معاهم كابتن اكرامي ومعاهم كابتن ايهاب الخطيب. فمهيب بيسال يا جماعه، بيقول يا جماعه دلوقتي الاربع انديه اللي موجودين في السوبر المصري ترتيبهم ايه؟ فاي حد طبيعي، اي حد طبيعي والله العظيم الزملكاوي قبل الاهلاوي هيبقى عارف ان سكواد الاهلي رقم واحد، سكواد بيراميدز رقم اثنين، سكواد الزمالك رقم ثلاثه، سكواد سيراميكا رقم اربعه. ده مش تقليل من الزمالك، يعني ده انت كده والله مش بتقلل من ايه؟ من الزمالك. وارد يحصل حاجه ثانيه، ده حاجه ثانيه مالهاش علاقه، زي ما حصل في السوبر الافريقي اللي اي حد لو سالت الزملكاوي قبل الاهلاوي كان هيقول لك ان الاهلي هو الايه الاقرب للفوز، لكن الزمالك فاز طبعا بركلات الترجيح. بس مش ده المهم، هي بتبقى مره كده يعني فاهم، ده احداث ماتش، احداث مباراه. لكن العادي الطبيعي ان الاهلي رقم واحد، بيراميدز رقم اثنين، الزمالك رقم ثلاثه، سيراميكا رقم اربعه. وزي ما قلت لك مش تقليل والله العظيم من الزمالك. نشوف بقى ترتيب كابتن ايمن عبد العزيز كان شكله عامل ازاي. 1 2 3 4 وبعد كده اقول كلمه معايا. زمالك، بيراميدز، زمالك، سيراميكا، اهلي. بيراميدز، سيراميكا، اهلي. اشرب ميه. يعني هو مهيب شرق من الكذب ومن الكلام اللا عقلاني، بس توقع منه اي حاجه. بقول لك واحد بيقول لك ان الكوره 10% بس تكتيك، بس هو شايف كده، فانت تتوقع منه اي حاجه. بس انا هضحكوا على حاجه تانية خالص، يعني سيبك من ايه، من فكره الترتيب نفسه ان هي مضحكه، لا انا هضحكك على حاجه تانية. بس الميه دي جامده. ده انت عايز بتاع بير كامل. لا هو مصمم. طب نسمع بقيته. لا شك فيه ان انتوا الثلاثه اجتمعتوا ان بيراميدز في المركز الثاني من غير ما تحسوا. هو بيتكلم كاهواء وباينه وواضحه، لان انت مش محتاج تقولها يا كابتن ايمن، لان مفيش حد عاقل في الدنيا هيصدق الكلام ده ولا هيقول الكلام ده. فمعروف ان انت قايلها اهواء، فعشان ما يقولكش انا بس اللي بقول اهواء، بقول لك ده هم كمان بيقولوا اهواء. طب يا ابني هم بيقولوا، بقول لك على السكواد اللي موجود بتاع الاهلي بتاع بيراميدز بتاع الزمالك بتاع سيراميكا، المنطق ده المنطق. لكن انت اللي بتتكلم اهواء، هم والله ما اتكلموا اهواء. نكمل برضه. كل واحد حسب يعني ايه الاهلي فيقول لك اهلي بيراميدز. لا هو الكابتن اتكلم الزمالك، الزمالك يقول لك الزمالك بيراميدز. فاحنا اتكلمنا انما فنيا مش اتكلم فنيا يعني ما حدش قال رايه. ايوه بس الاهواء كلها بيراميدز الثاني. عشان جبت كمان بيراميدز طبيعي جدا. انا عشان بيراميدز مش هقول النادي الاهلي طبعا عشان زملكاوي. شوف مش هقول النادي الاهلي عشان زملكاوي، عشان هو راجل. شوف هي ده حاجات صغيره والله العظيم يا جماعه بتبين لك هو بيفكر ازاي، هو شايف الاهلي ازاي. يقول لك عشان بس انا زملكاوي مش هختار الاهلي، يعني الاهلي لو يستحق حاجه مش هيقول لك انا الاهلي يستحق، عشان دايما هتلاقيك بيشكك في اي حاجه الاهلي ياخدها، اي حاجه الاهلي يفوز بيها لا 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 مش هقولها. مش هينفع ان انا اعترف ان الاهلي مثلا بطل، مش هينفع اعترف ان الاهلي كويس، مش هينفع اعترف ان الاهلي مش عارف ايه. فيقول لك هي دي هي نفس الفكره. نكمل بس عشان الفيديو ما يطولش قوي مننا. شريف
انا استاذن. لا مالهاش علاقه. انا اعدي الحته بتاعت شريف رمضان ديت. اهواء طبعا وجهة نظر. وانا كمان خلي بالك قلنا طيب كده. انت حتى اهواءك تخلي الاهلي في المركز الرابع؟ طبعا. يعني هو خلاص الاهلي يتغلب ماتشين. هو لو اتغلبت ماتش تغلب التاني سهل جدا. ايه؟ لو اتغلبت ماتش الأولاني تغلب التاني. 10% تكتيك يا كابتن. مستني منه ايه؟ سيراميكا يكسب الاهلي؟ انت لو اتغلبت في الاولاني من سيراميكا هتلاعب بيراميدز التاني فسهل جدا تخسر منه. حلو، تكسب الأهلي على طول. دي نقطة مهمة. بقول لك انت لو اتغلبت من سيراميكا هتلاعب بيراميدز الماتش الثاني على اساس ان الزمالك هيكسب بيراميدز، انا معاك. وانت بتقول ان الاهلي هيبقى في المركز الرابع، انا معاك. شوف بقى، انا مفيش حد هيريحك اكتر مني والله يا كابتن ايمن، خلي بالك في القاره دي كلها. ليه؟ لان انا بحب العاليات بتاعتك دي، انا الوحيد اللي تقريبا في الكوكب اللي بيحب العاليات دي وبيحب يتعامل معاها. الناس كلها بتحب تريح دماغها، انا ما بحبش اريح دماغي منك انت واللي زيك. فحضرتك دلوقتي انا موافقك ان الاهلي هيبقى في المركز الرابع، وموافقك ان بيراميدز هيكسب الاهلي. تمام؟ متفقين؟ انت بقى جبت الترتيب ازاي ان الزمالك الاول وبيراميدز الثاني؟ اقنعني بقى. والله العظيم بجد، يعني انت على كلامك ان الزمالك الاول، سيراميكا اللي هيكسب الاهلي هو اللي هيلعبك في النهائي، فانت بطل القاره، انت بطل الكون، انت بطل العالم، فهتكسب سيراميكا، فسيراميكا هيبقى هو الثاني يا كابتن، وبيراميدز بقى اللي بيكسب الاهلي هو اللي هيبقى الثالث، والاهلي هيبقى الرابع. فانا موافقك يا عم، انا الرابع مش مهم، اخدك على قد عقلك لله. لكن اقنعني بقى ازاي انت قلت الترتيب ان الزمالك الاول وبيراميدز الثاني وسيراميكا الثالث؟ هو انتوا اللي بتلعبوا اول وثاني واحنا وسيراميكا بنلعب ثالث ورابع مثلا؟ ما هو بجد والله عقليتكم دي تعبتنا والله، واحنا تعبنا لحد ما يعني فاهم. نفسي تفهموا اللي انتوا بتقولوه. انتوا من كروكوا بس في الاهلي، شوف التليفون واقع ازاي، من كروكوا في الاهلي تمام، عايزين بس تطلعوا شكل الاهلي وحش وخلاص، بس باي حال بقى من الاحوال، مش مهم بقى بعقل بمنطق بدليل بحقائق ولا في دماغك الكلام ده. لكن هو عشان الاهلي فانا هقول اي حاجه، تتصدق بقى ما تتصدقش، تبقى ماشيه مع المنطق مش ماشيه ولا يشغلك. نكمل بس عشان في حته ثانيه حلوه. ليه؟ ده الاهلي لا يعني كسبان بيراميدز لا يعني الموسم ده بص مرتين. زمالك بص زمالك وبيراميدز من اول ما بيراميدز طلع الزمالك مثلا دايما كعبوا على بيراميدز. تمام. اسمع الحته دي. بيراميدز ساعه ما طلع هو وقت طويل جدا كعبوا على النادي الاهلي. ايوه بس بقول لك الموسم دوت الاهلي كسب مرتين. ايوه بس. انا بقول لك على نكتفي بقى بهذا القدر يا كابتن ايمن، نكتفي بهذا الايه، بهذا القدر. كابتن ايمن بيقول لك ايه، انا عايز بس اثبت التليفون عشان اعرف اقول لك الكلمتين دول بايه بمزاج. المهم كابتن ايمن بيقول لك ده بيراميدز كعبه عالي على الاهلي وعلى طول بيكسب الاهلي. يبقى زي ما انا قلت لك ان هو بيقول كلام مش عقلاني، لا وكمان بيكذب، يعني بيقول كلام بره المنطق والعقل وكمان بكذب. هي دي العقليه والله يا جماعه، هو كرها في الاهلي بس. طيب هو دلوقتي بيقول لك ان البيراميدز بيكسب الاهلي على طول. طب هل تعلم يا كابتن ايمن ان الاهلي قابل بيراميدز 16 مباراه على المسمى الجديد اللي هو بيراميدز من سنه 2018؟ سيبك من ايه، من المسمى الاسيوطي لعبناهم قبل كده وكسبناهم طبعا، اغلب الماتشات اللي لعبناهم 4 في الدوري كسبناهم 3 وتعادلنا ماتش وهما كانوا كسبونا ماتش في الكاس. مش ده المهم، خلينا في المسمى بتاع ايه، بيراميدز، اللي هو بيقول لك ان بيراميدز بيكسب الاهلي على طول. اتقابلنا كام مره يا كابتن ايمن؟ 16 مباراه. انا هجيب لك الصوره واحطها لك قدامك. 16 مباراه منهم 12 مباراه في الدوري الاهلي كسبان 5 تمام، وبيراميدز كسبان 4 وتعادلنا 3. منهم 3 ماتشات في الكاس الاهلي كسبان 2 وبيراميدز كسب مباراه، واتقابلنا مباراه في السوبر الاهلي طبعا كسبها. يبقى اصبح ان مجموع الفوز والهزيمه كام؟ ان الاهلي كسبان بيراميدز 8 ماتشات وبيراميدز كسبان 5 ماتشات وتعادلنا 3. دول الايه، ال 16 ماتش، 12 ماتش في الدوري و3 في الكاس وواحد في السوبر. والله اعلم هنقابلهم تاني ولا لا. يبقى عرفت ان انت كذاب، عرفت انك بتتكلم بحاجه لا تمت العقل ولا المنطق ولا اي حاجه بصله، وانت اعترفت على نفسك وانت بتقول بالاهواء. هي ده حياتك، انت على طول بتتكلم بالاهواء. انتوا متخيلين يا جماعه ان واحد زي ده، شخصيه زي دي، ده في لسه تكمله للفيديو بس مش موجوده في الجزء ده، كانت في جزء تاني، كان بيتكلم ان هو الايه، انتوا ليه رافعين مناخيركم؟ يا عم احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، دي تزعلكم في ايه؟ يعني ايه تزعلنا في ايه يا ابني؟ هو اي كلام وخلاص؟ هو اي كلام؟ كابتن اكرامي زنقه وقال له يا عم طب قول لي انت اكبر قلعه رياضيه بايه؟ بمساحه ارض، مثلا بعدد فروع، مثلا ببطولات، بانجازات، باي حاجه انت مش موجود على الخريطه. تاريخ التاسيس مش موجود على الخريطه جنب النادي الاهلي. يعني تاريخ التاسيس ورا برضو الاهلي قبلك، الاهلي 1907
وانت 1911. فباي حال من الاحوال انت ما ينفعش تكون. انا كنت عامل فيديو على الموضوع دوت وقلت يا جماعه احنا بنضحك، احنا بنسمعكم بتقولوا الكلام ده، احنا بنضحك والله. بس الراجل اللي حب يتكلم معاك بالمنطق وقال لك انت اكبر قلعه رضيئه، قال لك لا يا عم انتوا على طول بتتعاملوا بمناخيركم، وهي دي المشكله على فكره، دي مشكله كبيره عندهم. هم دايما شايفين ان احنا بنتعامل بمناخيرنا، والله ما بنتعامل بمناخيرنا، احنا بنتكلم بقدرنا، قدر النادي الاهلي، عظمه النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي. في فرق كبير قوي. انت شايفني بتعامل بمناخيري عشان انا اعلى منك كارقام كبطولات كانجازات ككل حاجه، لكن انا والله مش بعاملك بمناخيري، انا بكلمك بقدري. انا ما اجي اتكلم ان انا طبعا صاحب رقم قياسي في كل حاجه، في اي حاجه. في الدوري هتلاقيني انا صاحب الرقم القياسي، في الكاس هتلاقيني انا صاحب الرقم القياسي، في السوبر المصري هتلاقيني انا صاحب الرقم القياسي، في بطوله افريقيا هتلاقيني انا صاحب الرقم القياسي، في بطوله السوبر الافريقي انا صاحب الرقم القياسي، في مشاركات في كاس العالم للانديه انا صاحب الرقم القياسي. اكتر فريق خد برونزيه في كاس العالم للانديه هتلاقي الاهلي برضو انا صاحب الرقم القياسي. مش بمزاجي، مش بمزاجي، انا والله مش بعايرك، انا ده طبيعي، ده طبعي، ده حياتي، دي انجازاتي، دي ارقامي. انا طالع والله اضحك عليك مش اكتر ولا اقل، لان انا والله العظيم حاسس بيك ومقدر اللي فيك. وهيجي برضو واحد دلوقتي جميل لذيذ عسل نايتي حاجه كده فاهم، من الاخر يعني، من الاخر شغل فاخر من الاخر، هقول لك يلا ده انا لسه كسبانك مش عارف ايه، ولما اسمه عمل كده وناصر هاج ومش عارف ايه والكلام اللذيذ ده. يا حضرتك ده يا كابتن دي مباراه انت قبل المباراه كنت عارف ومتاكد ان الاهلي هيكسب. حصل حاجه غير كده بسبب تقصير من النادي الاهلي، وزي ما هو كابتن ايمن عبد العزيز قال لك هو النادي الاهلي جه الماتش. فعلا انا معاك، الحاجه الوحيده اللي انت قلتها صح ان فعلا الاهلي ما جاش الماتش، لان الاهلي لو جه الماتش وبربع مستواه انت مش هتعرف تكسب. انت متخيل الاهلي ما جاش الماتش وانت تعادلت معاه وفي الاخر كسبت ضربات الترجيح اللي كان وارد جدا ان انا ممكن اكسبها عادي جدا. انت عارف الفرق؟ يعني انا مصدقك والله ان الاهلي فعلا ما راحش، انا مصدقك جدا، وده كلامي اصلا ان الاهلي فعلا ما راحش. بس تخيل لو الاهلي راح، ومش كل ماتش هيبقى بين اهلي وزمالك ان الاهلي مش هيروح، لا ده بتبقى مره كده في وسط ايه، في وسط كتير عشان تفوق اللعبه بتاعتنا. فان شاء الله هم زمانهم فاقوا. انا والله على المستوى الشخصي اتمنى انك تقدر تكسب بيراميدز النهارده عشان نتقابل بقى الماتش الجاي ونشوف بقى الرجوله ما تبقاش بس بالايه، بالكلام بس. انت بس خليك ايه راجل كده واعرف اكسب بس انت بيراميدز النهارده، وانا يا عم اوعدك والله هشجعك. اتفقنا يا كابتن ايمن؟ ونتقابل ان شاء الله بعد ماتشات السوبر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.